في مفاجأة غريبة، الزمالك يعلن التعاقد مع مدرب جديد وهو بيسيرو أو زي ما بيسموه أي اسم. مدرب فاشل. خلينا نشوف السيرة بتاعته أو السي في بتاعه. الاسم بالكامل هو جوزيه فيتور دوس سانتوس بيزيرو، مواليد 1960، العمر حاليا 64 عام، مولود في البرتغال. بدأ مسيرته التدريبية سنة 1992 في أندية مغمورة، ثم عمل كمساعد في ريال مدريد 2003-2004، ثم 2004-2005 سبورتنج لشبونة، ثم 2006-2007 الهلال السعودي، ثم 2007-2008 بنسانيوكوس اليوناني، ثم 2008 رابط بوخارست، ثم 2009-2011 في السعودية، ثم 2012-2013 في سبورتنج براغا، ثم 2013-2015 في الوحدة السعودي، ثم 2015-2016 في الوحدة، ثم 2016 في الأهلي المصري، ثم ترك برضو الأهلي في 2016 وذهب إلى بورتو، ثم سبورتنج براغا 2017، ثم الشارقة 2017، الشارقة 2018، فيتوريا دي غيماريش 2018، سبورتنج لشبونة 2020-2021، فنزولا 2022، وحاليا مدرب في نيجيريا. أبرز مسيرته التدريبية: كان تخرج بزيرو من نفس الدورة التي تخرج منها مدرب تشيلسي السابق جوزيه مورينهو. عمل كمساعد للتدريب في ريال مدريد، ولكن تمت إقالته وعاد إلى كمساعد للعمل في مانشستر يونايتد. وأيضا أثناء تدريبه لسبورتنج لشبونة حصل على المركز الثالث كأفضل شيء له خلال موسم 2005. ثم تم التعاقد معه في الاتحاد السعودي لتدريب المنتخب السعودي. قدم أداء جيدا وعادهم إلى المنافسة على التأهل لكأس العالم 2010. وقيل من تدريب المنتخب السعودي عقب الخسارة من منتخب سوريا في أول مباراته في كأس آسيا 2011. ثم أعلن النادي الأهلي المصري في أكتوبر 2015 التعاقد معه لتدريب مسؤولية الفريق خلفا لفتحي مبروك. وشن مشجعين النادي الأهلي على المواقع التواصل حملة اعتراض كبيرة. لعب مع الأهلي 12 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض لخسارتين، ليجمع 26 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بعد الزمالك المتصدر ومصر المقاصة الوصيف.